بسم الله ما شاء الله. شوفوا المنظر ما أجمله. شوفوا اللون البرتقالي اللي من البطاطا الحلوة والجزر، وجربوها وإن شاء الله إنها راح تعجبكم، وصحة وهنا وعافية على قلوب الجميع. السلام عليكم، يسعدكم ويسعد كل أوقاتكم. اليوم جاية أعمل معاكم صينية لذيذة وسريعة. المهم الخضرة تكون موجودة عندكم. هنستعمل فيها دجاج، رح أتبله بطريقة حلوة وسريعة. نبدأ نحكي المكونات ونبلش بالتجهيز. عندي هون دجاجتين، طبعا أنا بجيبهم 800 جرام، ما بجيبهم كبار، كل ما كانوا صغار كل ما كانوا أطيب. مغسولين منظفين منشفين من المي جاهزين. لتتبيلة الدجاج معجون طماطم معلقتين كبار، عندي عصرة ليمونة، عندي أوريجانو أو زعتر ناشف، عندي توم، وعندي لبن روب، علبة لبن روب. عندي هون البهارات، معلقة هيل مطحون، معلقة بهارات مشكلة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة زنجبيل، نص معلقة بابريكا، نص معلقة قرفة، ومعلقة ملح. والملح دائما بنقول حسب الرغبة. هدول المكونات لتتبيلة الدجاج. أما للخضرة للصينية، عندي هون الخضار الموجودة عندي بالبيت، وانتم فيكم تضيفوا اللي بدكم اياه. انا عندي بطاطا حلوة بحب اضيفها، ولو كان عندي قرع احمر كان ضفته. وعندي البطاطا العادية، وعندي جزر، حبتين جزر، عندي زهرة، عندي فليفلة او فلفل بارد، عندي فلفل حار، عندي كوسة وبندورة. هذه هي الخضار اللي راح استخدمها اليوم. يلا، اول خطوة بعملها ببدأ بخلطة التتبيلة للدجاج. بسم الله. راح نجيب اللبن، لبن الروب او لبن الزبادي، وراح اجيب معجون الطماطم، وراح اجيب عصرة الليمونة، وعندي زي ما قلنا ربع كاسة زيت زيتون، وراح اضيف الزعتر، وعندي هون الثوم راح احط تقريبا، خلي جزء بسيط من الكمية، تقريبا هون قد 3 اسنان توم كبار مفرومين. والبهارات هيك كلهم مع بعض. طبعا في ناس ممكن تحب تضيف كركم فتعطيها لون زيادة صفار، او ممكن تضيف كمون، لكن انا هاي البهارات اللي انا بستخدمها. تمام، التتبيلة صارت جاهزة. راح اجيب الدجاج، راح امسكها واتبل فيها الدجاج كله من جوا ومن برا. يعني ما راح اخلي زاوية بالدجاجة، ما راح اخلي هيك قطعة صغيرة الا مغرقاها بالتتبيلة. وهلا بعد ما تبلت الدجاج زي ما قلت لكم فيني اتركه بالثلاجة ساعتين 3 اذا معي وقت، وكل ما انتقع بالتتبيلة كل ما كان اطيب. واذا مستعجلة عليه فيك مباشرة تقطعي الخضار وتضيفيه مع الخضار، ما في مشكلة. هشيلهم على جنب وارجع لكم. وهلا راح ابدا بتجهيز الخضار. زي ما قلت لكم اجيب الصينية، فانا اليوم مشان الجزر والبطاطا والهذا راح اعمل دوائر. تمام، ما راح اعملها مكعبات. والبصل نفس الشيء راح ناخده بالشكل هذا، دوائر رفيعة. تمام، صفته. طبعا هلا الفلفل الحار راح اخليه على الوجه اخر اشي. الزهرة ما بقطعها غير بالحجم هذا، هيك قطع تقريبا، يعني مو مشكلة، لو كانت كبيرة صغيرة بس ما بفرمها. وهلا جبت الدجاج وجهزت عندي هون ربع كاسة زيت زيتون. الدجاجة راح اجيبها، راح امسك جزء من الخضرة واحشيها داخل الدجاجة. بحب تاخد من نكهة التتبيلة جوا الدجاجة. راح نقعدها بالصينية ونريحها منيح، ونوزع الخضار صح وتكون جاهزة لنلفها. شايفين التتبيلة هاي؟ انا ما راح استغني عنها. هاي التتبيلة انا بضيفها فوق الخضرة، لانه بصراحة حرام تروح طعمتها خسارة. طبعا الخضرة انا ما تبلتها، بس راح ارش عليها هلا زيت الزيتون، لانه راح تنزل عليها كل تتبيلة الدجاج. زيت الزيتون، بسم الله. هلا جهزنا الصينية. راح اضيف اخر شي، حطيت هون معلقتين معجون طماطم، راح اجيب عليهم مية دافية او مي سخنة. بسم الله. راح اوزعهم هيك على الاطراف عشان التتبيلة ما تنزل. جاهزة.
اتركها هيك واجيب ورق الزبدة. هلا فيكم تغلفوها بالقصدير مباشرة، لكن انا ما بفضل يعني القصدير على الاكل مباشرة، ما بحب. بدها بالفرن من ساعة ونص لساعتين حسب قد ايه بدكم الدجاج يكون دايب. بحطها بالفرن من تحت زي ما قلنا على درجة حرارة 200-220. أول نص ساعة هتركها على الحامي، بعدين بعد نص ساعة أنا هنزل الحرارة ل 160-170 وأتركها. بسم الله ما شاء الله، شوفوا المنظر ما أجمله، شوفوا اللون البرتقالي اللي من البطاطا الحلوة والجزر، وجربوها وإن شاء الله إنها راح تعجبكم، وصحة وهنا وعافية على قلوب الجميع.